السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك طبق مكرونة فايض من الأكل، يلا بينا نعمل بيه أكلة جديدة تاني يوم على طول، ونعمل للولاد حاجة بيحبوها. أنا هنا عندي طبق المكرونة اللي كان فايض، وعندي ربع كيلو لحمة مفرومة، فأنا هعمل بيهم أكلة علشان الولاد ياكلوا. وطبعا الأكلة دي على فكرة هتكفي 4 أفراد. الوجبة دي هتكفي 4 أفراد، على الرغم من إنها اللي قدامكم ده شكلها ضعيف، لكن هي وجبة جميلة وهتكفي 4 أفراد إن شاء الله. إحنا عندنا هنا طبعا عارفين طريقة تعصيج اللحمة. بصلة وملح وفلفل، وهناخد معلقة زعتر على معلقة جنزبيل على معلقة صغيرة قرفة. وهكتفي بالكمية دي بس، وهقلب الخلطة دي على اللحمة، وهحطها تتعصج على النار اهو، زي ما انتوا شايفين لما تتشرب ميتها. في الوقت ده هبتدي احضر معايا بطاطسيتين مبشورين، او 3 بطاطسيات صغيرة هبشرهم بالمبشرة عادي، وهحط عليهم ملح وفلفل. وزي ما انتوا شايفين مفيش فيها اي اضافات تانية. هاخد بقى نعمل الصينية بتاعتنا، ويلا بقى نشوف الخطوات. سهلة، وهتعمل لنا أكلة جميلة جدا وموفرة، وفي نفس الوقت مغذية جدا للولاد. يعني مش هتبقى نشويات وبس، احنا عندنا اضافات حلوة هنضيفها. فانا دلوقتي هاخد الحاجة بتاعتي وابتدي احضر الصينية. كلنا عارفين طبعا صينية المكرونة بالبشاميل. انا هعمل دي بالبشاميل، بس طبعا المكرونة قليلة ومش هتكفي ان انا اعمل صينية وش وفوق، يعني وش وتحت كده مش هتكفي. فهعمل بقى الفكرة دي عشان اعمل منها الصينية. انا باخد القارب بتاعي اللي هعمل فيه الصينية بتاعتي، وابتدي اكسيه من تحت بالبشاميل. لازم تكسيه بالبشاميل عشان بيرتبط مع بعضه مع الجزء اللي فوق، ويعملوا كده ايه يعني تناسق، بحيث ان انت لما تخلص وتيجي تقطعي بتلاقي القطعة ماسكة مع بعضها. هغطيها كويس الطبقة اللي تحت، وابتدي بقى احط اول طبقة. هي طبعا طبق المكرونة يا دوب هيقضي الصينية من تحت زي ما انت شايفة كده. هفرد الخلطة بتاعتي كويس، المكرونة بتاعتي كويس، علشان لما ما اسيبش اي مسافات عشان احط اللحمة طبعا ما تتحرقش من تحت. خلاص كده انا حطيت المكرونة، هبتدي اظبطها كده. لو وصلتي معايا للفيديو لحد هنا يا ريت تعملي لي لايك وتعليق، ما تنسوش ابدا يا جماعة اللايك، عشان هو بيساعد على نشر القناة، وشيري لاصحابك يستفادوا. جبت طبعا اللحمة اللي كانت اتعصجت، وبدأت حطيتها اهي. فردتها كده على قد ما اقدر، خدت الوش كله. ودي البطاطس اللي هي هحمرها دلوقتي. انا عايزه طبقه رقيقه يا جماعه علشان تغطي يا دوب، يعني ما تكتريش البطاطس لانه احنا عايزينها تستوى. فهنحط طبقه رقيقه، هي بطاطسيتين او 3 صغيرين، وتبشريهم. وهفردها بقى على الوش. عملت كده الطبقة التانية. طبعا ده يخلي الصينية حجمها يزيد وتديني كمية أكبر. عشان كده قلتلك إن الوجبة هتقضي 4 أفراد. هفرد خليكي معايا عشان في تكات كده، خلي بالك ما تخرجيش دلوقتي، خليكي معايا في الفيديو عشان نشوف هنعمل ايه وطلعي صينية جميلة. انا فردت كويس قوي بشر البطاطس، وهبتدي بعد كده. انا بفرد طبعا بتأكد ان كل الاجزاء متغطية من اللحمة عشان ما تتحرقش معايا. هاخد الصينية كده. طبعا انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقة زيت على البطاطس المبشورة، يعني انا حطيت عليها ملح. يعني ملح طبعا، ذرة ملح عشان ما تحدقيش لان تحت متحدقة. ذرة ملح وعليها فلفل. وخدتها بقى يا جماعة حطيتها في الفرن تتحمر البطاطس من فوق قبل ما احط طبقة البشاميل.
حمرت البطاطس خالص وحطيت طبقة البشاميل زي ما انتم شايفين. ولو عايزين طريقة البشاميل يا ريت تكتبوا لي تحت. انا طبعا حطيت بيضة مضروبة، حطيت عليها فلفل وضربتها كده ورشيتها او زعتها على الوش، وده حطيتها تتحمر في الفرن. طبعا حطيتها تحت شوية على اول رف، وبعدين رفعتها فوق على يعني حاجة بسيطة من تحت عشان تسخن طبعا، وحطيتها بقى تتحمر فوق تحت الشواية تاني رف برضو عشان تاخد يعني حقها في التحمير. لو عجبك الفيديو يلا بقى لايك ما تنسيش، وتعليق حلو، شيري لاصحابك عشان يستفادوا، ومع أكلة جديدة. السلام عليكم.